بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا يا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل فيها الزبادي في البيت. الزبادي البيدي من الحاجات السهله خالص، وكمان نتيجتها مضمونه. بس لو اتبعت الخطوات اللي احنا بنعملها مع بعض هتاخدي منها احلى زبادي، احلى وانضف ما تشتريه من بره. هقولك على كل تكات واسرار عمل الزبادي. بس يلا في الاول كده اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك باشعار. زي ما انت شايفه معايا طالع الزبادي متماسك كويس جدا، ولا فيه ميه ولا اي حاجه. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه عندي كده البرطمان ده كان مكانه لبن، فانا هستخدمه. وانت طبعا ممكن تجيبي بوله عادي خالص وتبداي تحطي فيها الحاجات اللي احنا هنحطها دي مع بعض. عندي هنا دي كوبايه من الزبادي او بما يعادل معلقتين كبار من الزبادي. دي انا كنت عامله زبادي قبل كده وحاشه دي لخميره الزبادي. وهنبدأ نفضي فيها. هنقول لو احنا لسه ما عندناش اي زبادي، معلقتين من الزبادي او بما يعادل معلقة من الزبادي، سواء كان زبادي شركات او زبادي بلدي زي ما بتحبي وتفضلي. هحط عليها معلقة صغيرة من السكر. وكمان المكون الرئيسي والاساسي معانا في عمل الزبادي اللي هيخليها معاكي متماسكة زي بتاعت بره بالظبط، وهو اللبن البودرة. هحط هنا معلقتين كبار من اللبن البودرة، وطبعا ممكن تزودي اكتر من كده لو انت بتحبي طعم اللبن البودرة وبيديكي تماسك للبن بتاعك عشان يعمل معاكي زبادي. ونغطي بقى المكونات بتاعتنا اللي احنا حطيناها في البرطمان دي، اللي هي عبارة عن معلقتين من الزبادي على معلقة صغيرة من السكر على معلقتين كبار من اللبن البودرة. ونركنهم على جنب لحد ما نشوف اللبن بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. انا عندي هنا لتر من اللبن او كيلو من اللبن الحليب، اللبن الحليب العادي بتاعنا خالص، فانا غليته وتسيبيه لحد ما يبرد تماما. هنا انا بحط صباعي فيه لقيته لسه ما بردش، فهبدا ان انا اقلبه كده عشان اطلع كل الحراره اللي موجوده فيه. طبعا اللبن ده يفضل ان هو يكون لبن جاموسي، لا او لو عندك لبن بقري اشتغلي بيه عادي خالص. وطبعا اللبن واحنا بنغليه على النار عشان يطلع معاكي زبادي متماسك، تبداي وهو بيغلي تقلبي فيه كده عشان كميه الميه اللي موجوده فيه تتبخر فالزبادي تمسك معاكي كويس. هنا كده خلاص كنت انا بردته اكتر واكتر، في هقلبه كده تقلبتين فلقيت ان هو كده كويس. هجيب بقى الخميره اللي احنا كنا عاملينها مع بعض اللي هي عباره عن الزبادي والسكر واللبن البودره، وهاخد حبه كده من اللبن الدافي معايا ده وابدا اصبهم على الخميره دي واقلبهم كويس جدا. طبعا ممكن تاخدي كل المكونات اللي انا شرحتها دي مع بعض اللي هي عباره عن الزبادي واللبن البودره والسكر واللبن الحليب بعد ما غليتيه وبقى في درجه حراره العين كده، وتاخديهم كلهم بالهاند بلندر او في شفشق الخلاط وتديهم ضربه. بس انا حبيت استخدم معاكي الطريقه العاديه خالص عشان لو محدش كمان عنده خلاط ممكن يعمل زبادي. هنزل بقى بالمكونات اللي انا دوبتها دي على اللبن بتاعي اللي انا كنت غاليه وخدت منه كوبايه كده، واقلبهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض. عندي هنا بقى صينيه حاطه فيها كده، ممكن تحطي فيها كاسات كوبايات. دي كوبايه انا شاريها مخصوصه للزبادي عشان ليها غطا، ولو ما عندكيش استخدمي اي حاجه ممكن اواني فخار اي حاجه موجوده عندك. وابدا ان انا اصب فيه الحليب بتاعي طبعا اللي احنا عملناه مع بعض اللي هي الزبادي دي، شو حبه بحبه كده. والكوبايه دي انا بخليها خميره عشان اعمل منها زبادي للمره اللي جايه. هنا بقى اهم خطوات عشان الزبادي تطلع معاكي كويس. نبدأ بقى نحط مع بعض، نغطي الزبادي بتاعتنا الأول كده. ولو انت ما عندكيش العلب اللي بغطا دي اقولك هتغطيها ازاي. بس بصراحة العلب اللي بالغطا دي بتحافظ على الزبادي كمان لما تحطيها في التلاجة عشان تتماسك ان هي ما تاخدش اي ريحة موجودة في التلاجة اللي عندك. هغطيهم كويس جدا العلب دي، وطبعا العلبة الأخيرة دي ملهاش غطا هغطيهم كلهم مع بعض. بكون هنا بقى مسخنة مية سخنة في الكاتل أو في البراد كده زي ما احنا شايفين. تكون المية دي لسه ما وصلتش لدرجة الغليان، لأن المية لو غلت معايا هتخلي الزبادي معاكي تفصل مية على الوش. وابدأ ان انا اصب فيها كده لحد تقريبا ربع الكوباية من تحت كده بتاعة الزبادي. المية دي بتكون مية سخنة لا هي دافية ولا هي وصلت لدرجة الغليان، يا دوب كده درجة حرارتها تكون مثلا 60 80، لسه ما وصلتش لدرجة الغليان. علشان الزبادي بتاعتك لو هي غلت هتفصل مية، ولو هي بردت بسرعة الزبادي مش هتمسك. وهجيب ورق استريتش بقى واغطي كل الزبادي دي عشان تحتفظ بدرجة الحرارة. هنا الاول هحط معلقة من الخل، ودي ملهاش علاقة بالوصفة، انا بحطها في الصينية علشان المية السخنة ما تسودش معاكي الصينية الايه الالمونيا. هجيب ورق استريتش بقى كده واتني مغطيه الزبادي بتاعتي كويس جدا عشان كمان اغطي الكوبايه اللي هي ما اتغطتش دي. ولو انت ما عندكيش الكوبايات اللي بغطا دي هتجيبي كيسه عادي خالص عندك
فوطة، غطا للصينية، اي حاجة عندك بحيث ان انت تغطي بيها الزبادي بتاعتنا. ولازم طبعا نغطيها في الوقت ده. بكون مولعة الفرن بتاعي عشان يسخن، وبعد كده اطفيه لان الفرن لازم يكون دافي. ما بسيبش النار والعة خالص. انا ولو عندك مكان دافي ممكن تحطي فيه الزبادي كمان، دفاية ممكن تلفيه في دفاية بيت، اي مكان دافي عندك. هنا الزبادي بتاعتي بعد ما عدى عليها 3 ساعات وهي موجودة في الفرن زي ما احنا شايفين يا حبايبي، بقلبها كمان ولسه ما دخلتش التلاجة، متماسكة وطعمها جميل جدا. وطبعا اللي بغطا دي هدخلها التلاجة كمان بتكون محكمة الغلق وبتتماسك اكتر واكتر. زي ما احنا شايفين الزبادي بتاعتنا خدها بقى مع بعض كده ندخلها التلاجة ونشوفها بعد ما تطلع من التلاجة. هحط الزبادي بتاعتي تقريبا ساعتين كمان في التلاجة. زي ما احنا شايفين القوام بتاعها كريمي جدا، طعمها احلى وانضف ما تشتريها كمان من بره. وبكده حبايبي يكون احنا عملنا الزبادي في البيت بمكونات سهله وبسيطه. ما تنسيش بقى لو انت لسه ما اشتركتيش معايا في القناه تشتركي وتفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه على القناه. هنا انا بوريكي شكل الزبادي بتاعتي بقلبها كمان اهي، مش بتقلب معاكي ولا نطرة مية على وشها ولا اي حاجة من اللي احنا بنسمع عنها دي. ما تنسليش بقى باللايك والشير ونقول مع بعض مع السلامة.